اليوم السادس من مونديال روسيا، نهاية الأسبوع الأول وافتتاح الأسبوع الثاني. زوز مقابلات من المجموعة الأخيرة ماضي ساعة. كولومبيا تواجه اليابان في ثاني مواجهة بين الزوز منتخبات من بعد مواجهة مونديال البرازيل 2014. المنتخب الكولومبي المصنف 16 عالميا لعب 18 مقابلة في المونديال وانتصر في 7 مناسبات، يشارك للمرة الثالثة في تاريخه وسجل 26 هدف. وصل في المونديال الفارط للدورة الربع النهائي واللي تعتبر أحسن نتيجة ليه، وخسر قدام البرازيل 2-1. منتخب اليابان المصنف 61 عالميا يشارك للمرة السادسة في المونديال، لعب 17 مقابلة، سجل 14 هدف، وأحسن مشاركة ليه كانت في مونديال 2002 ووصوله للدور الثاني وخسر قدام تركيا 1-0. وفي المواجهات السابقة اللي جمعت الزوز منتخبات انتصار الكولومبيا 4-1 في مونديال البرازيل وكذلك تعادل. المباراة الثانية الأربعة بين ممثل القارة الإفريقية السنغال ضد بولندا. الزوز منتخبات يتواجهوا لأول مرة في التاريخ. منتخب السنغال المصنف 27 عالميا للمرة الثانية يشارك في المونديال، لعب 5 مقابلات، انتصر في زوز وتعادل في زوز وخسر مقابلة واحدة كانت في مونديال 2002 في ربع نهائي المسابقة ضد تركيا 1-0. منتخب بولندا المصنف الثامن عالميا للمرة الثامنة يشارك في المونديال، ربح 15 مباراة، سجل 44 هدف، وأحسن مشاركة ليه كانت في مونديال 74 و82 وحصوله على المركز الثالث. المباراة الثالثة السبعة بين منتخب مصر ومنتخب روسيا في أول مواجهة عبر التاريخ بين الزوز منتخبات. ممثل العرب وبعد هزيمته في الجولة الأولى ضد الأوروغواي، الأمل الأخير للترشح للدور الثاني هو الفوز في المباراة. المنتخب المصري الغائب على المونديال منذ عام 90 يشارك للمرة الثالثة ومن خلالها يسعى للفوز الأول في تاريخ مصر. منتخب روسيا واللي كان فاز في المباراة الافتتاحية ضد السعودية بخماسية يطمح للفوز الثاني والمرور للدور الثاني كأول المنتخبات المتأهلة ولأول مرة في رابع مشاركاته.